ونلود. سلام. الله يسلمك. احنا باسم الله وباسم جدكم نعود. يا ذران البيه نتذرى ونلوذ، مسدد البيبان كلها وبابكم من النفوذ. مسدد البيبان كلها وبابكم من النفوذ. ها وهناك اليوقف حيدر، ها وهناك اليوقف حيدر، بين الجنة وبين النار هناك اليوقف حيدر، بين الجنة وبين النار هناك اليوقف حيدر، الجنة وبين النار هناك اليوقف حيدر. انت بالمنسار بالليل وعرج، وكلم الرحمن جاب احسن نهج. انت بالمنسار بالليل وعرج، وكلم الرحمن جاب احسن نهج. انت بالمن يندل ابواب الفرج، لعنة على يدخل نسبكم ولعنة على من خرج. ما يرضى بغيرين ثم منهجكم واحد، ما يرضى بغيرين ثم منهجكم واحد، ما يرضى بغيرين ثم منهجكم واحد. وصفتك على عنتر طال عمرك، غالي. طال عمرك. وصفتك على عنتر خافض المندوم، يعزك الله. وصفتك على عنتر خافض المندوم، وصفتك على حاتم زدت هم علوم. وصفتك على حاتم زدت هم علوم، حرتش وصف انك خافض المندوم. زلزل بالحاد واحنا نحوم عليه، زلزل بالحاد واحنا نحوم عليه، زلزل بالحاد واحنا نحوم عليه، زلزل بالحاد. عمرك ورحمة الله على والديك. إلا الشرف، إلا الشرف. انا مو شاعر ترى. كل مسادة عندهم ميزة على المخلوق. ذرية محمد ذولا فوق الفوق. كل سادة عندهم ميزة على المخلوق. ذرية محمد ذولا فوق الفوق. بس لكن بعضهم هم اكو مفروق. يصح بس اسمه سيد والنسب غاطيه، ما له دور بين الناس وعليهم قلبه ما محروق. ويصح سيد محزم بشتاء وبصيف، الوادم تشدوه الخيط يشدوه. ها وكلهن عدا عباس، ها كلهن عدا عباس طباع. ها طباع السيد بي كلهن عدا عباس طباع السيد بي، كلهن عدا عباس طباع السيد بي. ولا تهون. نذكر ابو الفضل، بالفضل هم كلهم هم شحن شلاوي. بس انا عندي قضيه ويا شوفها. زينب سلام الله عليها جايبه دورين ويا عباس، دورين. الامام علي سلام الله عليه من تزوج ام البنين سلام الله عليها كان عمر زينب 23 سنه، عمرها 23 سنه. يلا تزوج ابوها وماتت الزهراء سلام الله عليها. فكانت يعني هي ام البنين صح امها، بس جابت دور الام والاخت زينب. علمتونها شايف. تقول على دي كنت شيلنا ولو مات، على دي كنت شيلنا ولو مات، ترى العباس انا اخته. تقول وعلي من كون اشر له ولو ما يعوف ام البنين وركض لي. ام الجابته وانا اخته اللي ربيت، على دي كنت لو منه وعلي لوليت. منقل له يا ذخر زينب يطق القاع وحسن بيه يهز البيت، يختاب على غيظ ويعز الناس وكل شيء يطيح عندك ونتراضي. دللني دلالي يزود على الكرار، رقبته على الناديت. يل تنشد الخوه انتهت ويا عباس، يل تنشد الخوه انتهت ويا عباس. انا اللي عبتها على النهر ومشيت. يل تنشد الخوه انتهت ويا عباس، انا اللي عبتها على النهر. ها الخوه على الشط ظلت
هاو الخو على الشط لا ذرعان ولا هامل خو 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 على الشط ما جاب يقول له ليش انت يا ابو الفضل؟ انت ليش اجت هاي النساء كلها اجت للطب بس امك ام البنين ما جبتها وياك ليش؟ صورة حال يعني خيال شاعر قالهم انا امي امرأة كبيرة وقالت بيها مطلوب علي خدمتها خافت عن الامام ما جاب الدهر مثل ابو فاضل ابد ما انجب الدهر مثلا الدهر مثل ابو فاضل ابد ما جاب ابي والغير صوت حسين ما جاب لطف حتى امه وياه ما جاب خاف ان يلتهي بيها على خيره توم بروح وحده ومن نساء اثنين ووالدهم علي الكرار بن حسنين توم بروح وحده ومن نساء اثنين ووالدهم علي الكرار بالحسنين يا أعمى البصيرة لا تقل لي شلون بس ما حرم الله بيه مختلفين يا أعمى البصيرة لا تقل لي شلون بس ما حرم الله بيه مختلفين حتى بطيحة العباس روحه ما قبضها الملك عزرائيل حتى بطيحة العباس روحه ما قبضها الملك عزرائيل الثلم ثلموا بسيوفهم ما خاف لما علق بحلق الثلم ثلموا بسيوفهم ما مات لما علق بحلق وياه خلى حسين وخلط روحه خلط ويروح بالسجاد وانا وعقلي البسيط باي مقتنعين لا بالدنيا ولا بالدين مثالك يا العباس مثالك لا بالدنيا ولا بالدين مثالك يا العباس مثالك لا بالدنيا ولا بالدين مثالك يا العباس مثالك لا بالدنيا ولا بالدين مثالك رحمة الله علي سيد جاسم طوير جاوب قال لي انت شلون يعني الله يرحمك يا ابو محمد قال لي على العباس قلت له ما ادري قلت له سيدنا هي نزلت الهوسيش انا نايم الصبح وفي الطارق بتحدث في شيء وقف على راسي قال لي اقعد هوس على عباس وقعدت حافظها لها بيت بويه بس قعدت حافظ هوسه على بالفضل عباس قال لي نوم من هوسته قال لي هاي بفرح بحزن بمشيه مطلبه المقدمه هاي الهوسه اما هوساتك كلها يقول اقرع يا يزيد ودق دفنه اقرع يا يزيد ودق دفنه ببدر اشياخ لك جمله دفنا انا العباس واليوصل دفنا وعلي خيلي وزلم مذبح سويه طبل المعركه وخطى لهم خطه شال الجيش كله وبالوسط حطه سوى الطاس طاق وقطب خلى السيف وطحنهم طحنه الحنطه كذب ما ظل الكثرة تاخذ الشجعان ودليل من وقف عباس بالوسطة غنم مدرع عليها الذيب شرد منهم سلم ويموت لي غطه ما يطلب طلب ياخذ بحد السيف ما يطلب طلب وحطلبت ماي والها ما غطه مو بيد الامر قال لها يا ابن حسين يا روح تريض وبالك من الغلطه جر سيف عليه جر سيف عليه مكافر قال مكافر جر سيف عليه مكافر قال مكافر جر سيف عليه مكافر قال مكافر جر سيف عليه بعد الحسين هون بعد ولا كنت او تكون هذا حسين الوالد وتشربون يعني ما قالوا وغنم بدر عليها الدين انا اقول هذا الكثره ما تاخذ شجعان كذب غلط لانه هسه الف راس غنم تهدك عليه ذيب صغير ويشد يعني الكثره ما تاخذ مو كذب ما اظن الكثره تاخذ الشجعان ودليل من وقف عباس بالوسط هي هاي شلون يعني نايم ومشاهد وقعدت حافظه بالفضل بالفضل مصيبه الله يوفقه عباس يعني هو مكور الغيره والشجاعه والتضحيه اليوم شرفنا
للشاعر الكبير والمهوان محمد المياحي أبو عباس، بديوان السادة أبو جعفر الطيار، ووجود أخوي سيد صباح وأخوي السيد عباس العواد الطيار، وجميع أخواننا سيد حيدر وسيد مسعود. نتشرف بحضور المهوال والشاعر الكبير محمد المياحي. أهلا وسهلا، وزارتنا البركة وزارتنا شرف هذا الديوان وهذا النسب نشكر عوامنا على الكرم والضيافة وحسن التقدير، وهاي الدمعة الحلوة الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تدوم بحق محمد وآل محمد. ونشكر أخونا السيد رسول على هاي الجمعة، وسيد صادق وابنه سيد جعفر على هاي الجمعة اللي خلتنا افترحنا والناس صراحة. هو اليوم متفضلين انتم جميعا. اليوم الشاعر الكبير محمد اليوم ونس وعلم من اعلام الشعر والأغنية والشاشة والتلفاز والاعلام، يمثل البصرة كلها. اهلا وسهلا. والله يرحم الله رسول ذاك الانسان الطيب اللي خسرناه الى رحمة الله، والحمد لله والشكر خلص ولد طيبين ولد صالحين، والله يوفقكم ان شاء الله والله يرحمه. مشكورين.